50% من العيانين اللي بيعملوا علاج للدوالي بالحقن أو بالجراحة، 50% منهم فقط هم اللي بيتحسنوا من السائل المنوي. 50% ما بيستجيبوش نتيجة وجود عوامل أخرى. لما بنتكلم على دوالي الخصية وعلاجها، الناس بتتكلم يا دكتور ما هي بترجع تاني. أنا ما بنكرش احتمال ارتجاعها وارد في كلا الجراحة وكلا أو اللي بدون جراحة. ليه بترجع تاني؟ لأن دي شبكة. أول ما بنقفل حتة، أجزاء من الشبكة بتحاول تعوض اللي اتسد، ولذلك بنحاول نقفل أقرب حتة من الخصية علشان أي حاجة تحاول ترجع ما ترجعش. لكن مش كل مرة بننجح في هذه الطريقة، لكن هذه هي الوسيلة لتقليل نسبة الارتجاع. الجراحة بيحصل ارتجاع برضه، الارتجاع نسبته مش قليلة، من 12 ل 20% بيحصل ارتجاع، والارتجاع ده بيرجع الأعراض تاني. وبعد ما بتتحسن صورة السائل المنوي ممكن قوي ترجع ترد تاني وتبقى تتراجع، والآلام اللي كانت موجودة ممكن ترجع تاني. هل ممكن حقن تاني؟ ربما. نحاول ان احنا نخش في الوريد التاني اللي اتكون ده ونقفله خلاص، او نحاول نعمل جراحة بعد الحقن، او بعد ما يعمل جراحة ويحصل ارتجاع نحاول نعمل حقن. ولذلك تعدد الاساليب في مصلحة المريض، يعني ما قدرناش كده نقدر بطريقة تانية. فالموضوع ما هواش عيب في التكنيك نفسه، ولكن المشكلة ان دي شبكة وريدية لا يمكن السيطرة عليها بصفة كاملة. احنا بنحاول. طيب قدر التحسن قد ايه؟ كلام العلمي اللي مكتوب ان 50% من العيانين اللي بيعملوا علاج للدوالي بالحقن او بالجراحة، 50% منهم فقط هم اللي بيتحسنوا من السائل المنوي. 50% ما بيستجيبوش نتيجة وجود عوامل أخرى إحنا مش عارفينها، ولذلك هي محاولة للتحسين. إذا كان 50% من اللي عندهم عقم ممكن يتحسنوا، فدي نسبة كويسة جدا 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 جدا.